شلون تولدت عندك فكرة انتحال الصفة؟ سيدي أنا موظف بالوزارة بنفس الوزارة بوزارة الموارد المائية. فأكو مواطنين يجون عندهم قطع أراضي أو وكلاء بالنيابة عن أهل القطع الأراضي، فيعرفون أرقام تليفوناتهم وأساميهم بالاستعلامات حتى شنو اللي ينجز من الشغل مالهم يتصلون بهم. نعم. أنا هنا تولدت عندي الفكرة يا سيدي، رحت اشتريت خطوط 2 كلك يعني ما لهن عائدية. فأنا أخذت الرقم واتصلت بالوكيل هذا نفسيته اللي هو مسؤول على القطعة اللي دا يراجع به. قلت له أنا مدير مكتب حجي حميد الغزي، أنا عندي علاقات وعندي ناس تقدر توصل للوزير أن يخلصون موضوعك مال القطعة، ليش متأخر صار له فترة؟ قال يا ريت. سيدي اتصلت بالمدير العام سولفت له على القطعة عرض. أنا اتصلت به شنو بالضبط؟ الهيئة العامة للتشغيل الري والبزل، اتصلت به بصفتي حميد الغزي. فانطانا الرقم مال السيد الوزير، قال لي يا أنا الموضوع مو يمي السيد الوزير، فإذا تحب اتصل بي. ورا فترة اتصلت بالسيد الوزير بصفتي عباس السوداني أحد أقارب رئيس الوزراء، فاتصلت به هذا على الموضوع مال القطعة. قال لي بسيطة وسهلة، بس الموضوع يراد دراسة فترة من الزمن، يعني الموضوع مو سهل. فقمت اتصل بيه ورا فترة ما يرد علي، اتصل بيه ما يرد علي، فبعد أنا لازم أخابره من غير رقم، خابرته بالخط الثاني، خابرته بصفتي الدكتور حميد الغزي أمين عام مجلس الوزراء. هم نفس الكلام، قال لي الموضوع يراد لدراسة وبسيطة وإن شاء الله يصير خير. اتصلت بيه بعد وراها ما رد علي. العملية الثانية اللي قمت بها؟ نعم سيدي، العملية الثانية اللي قمت بها أحد الأصدقاء طان تليفون محافظ الموصل، قال لي أنا عندي مقاولة يمه مال رفع أنقاض بالمحافظة، عسوا أن ينطيني إياها ما ينطيها لواحد غيري. فقلت له اعطيني اتصل بي. اتصلت بالسيد المحافظ أنه أنا السيد عباس السوداني، فاتصلت بي قلت له إذا بيها مجال ترتب وضعه. اتصلت بي وبعد ما أعرف الموضوع وين صار. العملية الثالثة اللي قمت بها؟ نعم سيدي، العملية الثالثة أحد الأصدقاء صديق إلي يدام بوزارة البلديات، قاعد بقطعة أرض، القطعة مو مملكة إليه، فقال أنا أريد أقدم طلب لوزير البلديات على معارفك تقدر توصل إلي إنه يملكون هاي القطعة، ليش يجي واحد غيري يشتريها وأنا صار لي كذا سنة قاعد بيها. قلت له ماكو مشكلة. فاتصلت بسيد وزير البلديات بصفتي عباس السوداني، اتصلت بي قلت له هذا الشخص يريد هاي القطعة، إذا بها مجال تملكوها له أو تبيعوها له شلون حسب القانون اللي عندكم. قال إن شاء الله يصير خير. وراها اتصلت بي ما رد علي، وراها اتصلت بي هم ما رد علي. العملية الرابعة اللي قمت بها؟ نعم سيدي، العملية الرابعة أكو مدير قسم عندنا بالوزارة تم فصله قبل فترة يعني نهائيا. هذا مدير قسم يعني يعرفني ويعرف علاقاتي واصدقاء عندي وهذا، فقام يتردد علي للبيت انه عن طريق علاقاتي واصدقائي نشوف له شخصية ترجع دوامه او يسعون له بموضوع ليش انفصل، ما يعرفوا وش السبب. فانا عن طريق تليفوني الثاني اللي انا اشتغل به اتصلت بيه قلت له انا سيد ابراهيم الجابري، فقلت له انا راح اسعالك بموضوعك واذا قدرت ارجعك ما قدرت ارجعك فانا هذا اللي اقدر عليه. من هو سيد ابراهيم الجابري؟ مدير مكتب السيد الشهيد الصدر سيدي. شلون تم القاء القبض عليك؟ سيدي أنا ما أتذكر الوقت بأي ساعة تم إلقاء القبض علي، بس أنا شفت أشخاص حول البيت يفترون، شفت القوات الأمنية، فأنا حاولت الهرب من الباب الخلفي مال الترك، عبرت بيه على بيت جيراني. بهاي الأثناء وين العبرة مالتي أنا كانت عندي جنطة مال موبايلاتي أخفيتها بين بيت الستارة مالتي ومال جيراني، فكانت مو واضحة يعني. فنزلت من الدرج مال جيراننا ببيتهم، نزلت جوا جاي أحاول الهروب، فأحد الضباط اللي طالعين عليه إلقاء القبض اتعرف عليه وتم القبض عليه سيدي. شلون تم ضبط الهواتف اللي تستعملها بعمليات انتحال الصفة؟ سيدي أنا من طلعت من جيراننا عرفت الموبايلات فوق يعني، لأن أنا ضميتهم بين ستارة بيتي وبيت الثاني، فما لزموهن وياي القوات الأمنية. فمن جيت جابوني أثناء سير التحقيق سيدي اعترفت بهن، وثاني يوم كشف دلالة طلعون عليهن جبتهن وطيتهن لهم.